مرحبا بكم جميعا. اليوم سأتحدث معكم عن موضوع يهم عشاق المسلسلات الهندية. تعيش الشاشات الهندية حالة من الحماس والإثارة بعد عودة المسلسل الهندي حبيبتي من تؤون، بعد خروج جميع أبطاله الرئيسيين، حيث يحظى بشعبية ضخمة في الهند وخارجها. ومؤخرا تم الإعلان عن بوستر جديد للمسلسل يظهر فيه نجوم المسلسل الجدد شاكتي أرورا وبهافيا شارما وسميتا سينغ، وهم يظهرون في وضعية مشابهة للموسم الفائت، مما يشير إلى أن المسلسل سيعرض أحداث مثيرة وحب ثلاثي مثل آبائهم. المسلسل يتميز بأحداثه الرومانسية الدرامية المثيرة، ويعتبر واحدا من أشهر المسلسلات الهندية في الزمن الحالي، حيث يحظى بمتابعة ضخمة من طرف الجمهور في الهند وخارجها. ويقدم المسلسل أداء مميزا من طرف الممثلين الموهوبين، ويعرض مواضيع اجتماعية هامة، مما يجعله يحظى بجمهور وفير. وما يزيد من شعبية المسلسل هو التغيير في المخرج المسؤول عن إخراجه، حيث تم استبدال المخرج سيدهارت أنسين بجانا غين، مما أثار بعض الجدل بين المشاهدين. ويشير الخبر إلى أنه من المحتمل أن يحافظ المخرج الجديد على جودة المسلسل وينتج عملا مميزا، مما يزيد من حماس المشاهدين ويجعلهم يتطلعون إلى متابعة الأحداث الجديدة. بوستر المسلسل يضيف عنصرا إضافيا من الحماس والإثارة للمشاهدين، حيث يشير إلى أن المسلسل سيعرض أحداث جديدة ومثيرة. وبالفعل ينتظر المشاهدون بداية جديدة للمسلسل والمغامرة الخفية مع أحد أشهر المسلسلات الهندية في الزمن الحالي. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ستحصلون على محتوى حصري ومميز، وستكونون دائما على اطلاع بكل جديد. فلنتعاون سويا لجعل هذه القناة الأفضل دائما.